السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في بث جديد مع سارة نبيل. النهاردة زي ما كتبت على الصفحة هنتكلم عن قصة جميلة جدا، أنا بعتبرها يعني أعجوبة من أعاجيب اللي حصلت في مكة. هتستمتعوا معايا بالقصة. هنستنى بس ثواني كده الناس تدخل علشان تتابع القصة من أولها. نبدأ بقى القصة بسم الله. طبعا كلنا عارفين عالمنا الكبير الطبري هو أحد علماء التفسير الكبار. رحلته كانت كبيرة في طلب العلم، وعلشان يتفرغ لطلب العلم كان محتاج فلوس كتير جدا يتسند عليها في رحلته الطويلة. طب الفلوس دي جابها منين؟ هي دي قصتنا النهاردة. القصة عاش أحداثها بنفسه الطبري، وهو اللي رواها بنفسه. حصلت فين؟ حصلت في مكة سنة 240 هجري. أبطال القصة مش الطبري لوحده، لا، ده معاه شيخ كبير في السن، عجوز عنده 86 سنة، اسمه أبا غياث. الشيخ ده كان عنده 4 بنات وزوجة اسمها لبابة، وعنده أختين عايشين معاه وأم زوجته يعني حماته، يعني هما 8 أفراد وهو التاسع، وهو العائل الوحيد للأسرة. الشيخ ده كان بيلبس دايما قميص ورابط حبل عليه من كتر الجوع. بيحكي الطبري وبيقول إن في سنة 240 هجري في أحد الرمضانات، وبالذات في تاني فجر في تاني يوم من أيام رمضان، في أحد الرمضانات. طبعا احنا عارفين ان في رمضان الناس بتحب تصلي في المساجد وبتتملي المساجد بالمصلين، فما بالك الحرم. فصلوات رمضان كلها بتلاقي كل الناس في الحرم رايحين يصلوا، الرجاله ما بيتبقاش مثلا غير واحد قعيد مثلا مشلول، واحد مريض مش قادر يروح، وشيخنا اللي عنده 86 سنة. فكان قاعد في محرابه بيصلي الفجر. وكان الشيخ ده الأول يوم رمضان ما كانش عنده أكل يفطر، وقبل رمضان بيوم ما كانش عنده أكل إن هو يتغدى. فلما صلى الفجر قعد على المحراب بتاعه يفكر: يا ربي أنا مش مشكلة، أنا أقدر أتحمل الجوع والعطش والفقر. الجوع والفقر بقوا مصحابي وأنا متعود عليهم، بس المشكلة في بناتي والناس اللي أنا بعولها، دول هأكلهم منين؟ وحامل هم الفطار بتاعهم، مش لاقي يجيب منين، هيفطرهم إيه؟ ولما خلص كلامه مع نفسه ندى على زوجته، قال لها يا لبابة. جات له وكانت لابسة خرقة مقطعة، راح مبدل معاها القميص بتاعه، خد الخرقة وهي لبست القميص. ليه بقى؟ لأن القميص بتاعه الوحيد اللي ما فيهوش أي قطع أو أي شق، القميص بتاعه هو الوحيد اللي يقدر أي حد يستر جسمه بيه. فكان الستات اللي في البيت عنده زوجته وولاده كان بيتبادلوا القميص كل صلاة عشان يصلوا فيه، وفي الآخر هو بيستناهم وعشان ياخد القميص بتاعه ويتكل على الله يخرج يشوف لهم أي حاجة بره. فلما زوجته أخدت منه القميص وصلت، فقالت له يا أبا غياث، اطلع شوف أي مصدر رزق، نشوف أي حاجة تأكل بيها العيال دول في ساعة الفطار، روح اشتغل ولا شوف أي حاجة بره، يمكن ربنا يرزقك برزقهم. قال لها ماشي. قعد
لحد ما النهار شقشق وخرج. لما خرج طبعا لقى الدكاكين بتاعت مكة مفتوحة والناس عمالة تبيع وتشتري، وكان يوم حر شديد جدا، وقعد رجليه واخداه وعمال يمشي، وهو كان راجل على الرغم ان هو كبير في السن وفقير، لكن عنده عزة نفس عالية جدا، ما يطلبش حاجة من حد ولا يذل نفسه لحد. قعد ماشي يا عيني في الحر، وساعة ما الظهر أذن الناس كلها راحت صلت في الحرم وقفلت دكاكينها وروحت من شدة الحر، وهو خدته رجليه لحد ما وصل لجنوب مكة أو أسفل مكة، فلقى جدار كده، فراح قاعد يستظل بظله، وقاعد يا عيني شايل هم ولاده وعطشان جدا وقاعد. هتقولي مثلا طب الراجل الكبير ده ايه اللي يخليه يصوم؟ ده عنده 86 سنة. هقول لك هو الراجل ده كان مؤمن جدا، وكان يعز عليه انه يفطر في رمضان زي اي حد فينا مثلا، يعني حتى لو انت مريض بيعز عليك قوي ان انت تفطر في رمضان، تحسها ان هي حاجة كبيرة مع انها رخصة ليك، بجانب ان ما عندوش اكل اصلا، فالدنيا كده كده سواء بالنسبة له مفطر او صائم سيان مفيش اكل هياكله. فقاعد يعني جنب الجدار وبيلعب كده برجليه وبايديه كده في التراب وعمال يفكر في حاله. فجأة لقى حاجة طويلة كده لونها اسود بيغطيها شوية تراب بسيط، فخاف وقال ده تعبان ده ولا ايه؟ فمد رجله بحذر كده ناحيته يهزه، فلقى الحاجة ما تهزتش، الحاجة الطويلة دي ما تهزتش، فقال لا ده مش تعبان. فراح مادت ايده وبينفض التراب كده من على الحاجة لأحزام، بس حزام من النوع اللي بيبقى فيه جيوب وتقدر تحط فيه فلوس وتعين فيه أوراق أو كده، زي الحزام اللي الحجاج بيستعملوه دلوقتي في الحج، كانوا زمان بيسموه هميان. فلقاه فنفضه وفتحه، لقاه مليان دنانير ذهب. الراجل عقله طار، نسي العطش، نسي الجوع، نسي الفقر، نسي ان هو كبير في السن ودبت فيه الحياة والقوة، وقال الله ده انا هجيب لولادي ياكلوا، ده انا هجيب لهم لبس، ده انا هفرحهم. وفجأة رجع لأرض الواقع، ده الحاجة دي مش بتاعتي، الحاجة دي مش بتاعتي، والحاجة دي في حكم الدين اسمها لقطة، واللقطة دي معناها ان انت لو لقيت حاجة في الشارع او لقيت حاجة لازم تدور على صاحبها. طب ما لو ما لقيتش صاحبها، لا تقعد عندك الحاجة لمدة سنة تقول ان الحاجة دي عندي لحد ما يبان لها صاحب. بان لها صاحب في يوم من ايام السنة دي يبقى الحاجة بتاعته حلال عليه، ما بانش يبقى بعد السنة اللقطة دي حلال على اللي لقاها. فقعد يفكر ويقول يا ربي، يعني انا كنت مستحمل الجوع والفقر وانا اصلا اوريدي انا ما عنديش حاجه في بيتي، اصلا انا ما عنديش حاجه في بيتي علشان ايه اسند عليها، انا كده كده فقير، انا هضطر اتحمل الجوع والفقر ومعايا كل الدنانير الذهبيه دي في بيتي؟ ايه الاختبار الصعب ده؟ وقعد الشيطان يلعب في دماغه، يا ابا غياث خد لك دينار ولا 2، انت مضطر، ولادك هتموت من الجوع، ولاده كان ضعفة جدا في الجسم من الجوع، خد لك دينار ولا 2، هات لولادك اكل، المضطر ياكل الميته، مفيش ملام عليك. ولكن للاسف بدا الشيطان يلعب في دماغه، يلعب في دماغه، لكن الراجل يا عيني استجمع قوته وقال لا والله مش ما قضيتش انا 86 سنه زاهد وعابد لربنا وما دخلتش قرش حرام على نفسي وعلى بيتي وعشت في الفقر واستحملته، هبيع كل السنين اللي انا عشتها ده اهي بكام يوم هعيشهم في نعيم وانا اصلا كده كده ايامي معدوده في الدنيا؟ لا والله ما يحصل ابدا. وقرر ان هو يربط الحزام وياخد الحزام ويروح بيه على البيت ويعينه في البيت ويطلع يدور على صاحبه، لعل وعسى ان صاحبه
يكرمه بأي دينار ولا حاجة، يبقى حاجات حلال يقدر يصرف بقى على عياله. وقال أنا هخبي الحزام من غير ما مراتي تعرف ولا أهل بيتي، عشان نفسهم ما تضعفش أو يضعفوا نفسيتي، فاضطر أمد إيدي على الحاجة. ومشي أبا غياث ووصل لبيت جدرانه متكسرة، كان بيته، دخل في خلسة عشان يعين الحزام. مراته قفشته: يا أبا غياث إيه اللي جابك بدري؟ قال لها مفيش، الدنيا حر، قلت استريح شوية. قالت له ايه اللي في ايدك ده؟ قال لها مش في ايدي حاجة. قالت له يا في ايدك حاجة، وريني كده. فاضطر انه يحكي لها القصة. الست عقلها طار: ايه الدهب ده كله؟ يا أبا غياث هات دينار حتى نجيب بيه أكل لبناتنا، انت مضطر والمضطر يأكل الميتة. يا أبا غياث شوف بناتك عاملين ازاي، شوف اخواتك، شوفنا ده احنا هنقع من طولنا. يا أبا غياث مفيش ملام عليك، المضطر يأكل الميتة. قال لها لا والله، ولو مديتي ايدك على الحزام هتكوني طالق، ولو حد عرف من بناتنا باللي موجود هتكوني طالق. قطع عليها الطريق. قال لها انا هطلع ادعبس كده على صاحبه، يمكن يدينا اي حاجة لما يسترد ايه حاجته. وقد كان طلع. طب اكتر مكان بيتجمع فيه الناس مين؟ الحرم. طلع على الحرم. الطبري بقى كان موجود ساعتها في قلب الناس اللي قاعدة في الحرم، وكان شاب. فبيقول الطبري بقى بيحكي بنفسه بقى الأحداث، شافها بعينه. بيقول الطبري دخل علينا وإحنا قاعدين خراساني، بيقول يا معشر قريش، يا أهل مكة، يا معشر الحجيج، من منكم وجد هميان فيه 1000 دينار فيرده لي وأجره وثوابه على الله. قام مين؟ صاحبنا أبا غياث من وسط الناس قال له يا خراساني، إن أهل مكة فقراء وبيستنوا موسم الحج من السنة للسنة وما فيهاش زرع، فاعمل له مكافأة لعله يبقى اللي هيلاقيه واحد مؤمن، اعمل له مكافأة، اعمل له مكافأة، شجعه. قال له كم يعني؟ قال له عشر المبلغ، 100 دينار. فرد الخرساني وقال لا والله يا أبتي لا أفعل، لو كان مؤمن هيرد لي حزامي وأجره وصوابه على الله. فالطبري بيقول وقع في نفسي وحسيت إن الشيخ ده هو بيتكلم عن نفسه. وافترق الشيخ والخراساني وبدأ يخرج الشيخ من الحرم. تابعوا مين ومش وراه؟ الطبري بالفضول، قال ايه ده، لازم انا اعرف اصل القصه دي. مشي ورا ابا غياث لحد ما وصل للبيت بتاعه، ولقى ابا غياث بينادي على زوجته يا لبابه. طلعت له لبابه، بيقول لقيت واحده ست عجوزه جلد على عظم حرفيا من قله الاكل. بيقول لها يا لبابه انا لقيت صاحب الهميان وعرضت عليه ان يدوا مكافأة للي هيلاقيه. قالت له كام؟ قال لها قلت له 100 دينار فرفض. قالت له يا أبا لبابة، يا أبا غياث، انت اللي معاك الدنانير، ادينا دينار، خد دينار، الدنانير كلها في حوزتك، انا بقالي 50 سنة مستحملة معاك الجوع والفقر، ما بقولكش خد الدنانير كلها، دينار واحد احيينا بيه، هات لنا اكل، هات لنا لبس، ده انا بقالي 50 سنة معاك على المرة. فالطبري بيقول انا بصيت في وش الشيخ لقيت دموعه نازلة لحد ما بلت لحيته، واستجمع قوته وقال لها لا والله ما هبيع اخرتي بالدنيا ابدا. وجه ساعة الفطار والمغرب أذن، وحط أبا غياث لولاده بعض قصيرات
كسر كده من الخبز لقاه في الشارع، نفضوا وجابه لهم وسابهم ياكلوا. وتاني يوم طبعا ابا غياث اهو ما فطرش، تاني يوم راح الحرم. بيحكي الطبري وبيقول جالنا برضو الخراساني ودخل الحرم: يا أهل مكة يا معشر الحجيج، من منكم وجد هميان به 1000 دينار فيرده لي وأجره وصوابه عند الله. قام برضو أبا غياث وقال له: يا خراساني، امبارح قلت لك ادي للي هيلاقيه عشر المبلغ 100 دينار، شجعه، ده بلدنا فقيرة. طب حتى يا سيدي اديله عشر العشر، اديله 10 دنانير. الخراساني رد على أبا غياث وقال له: لا يا أبتي، لا أفعل. لو هو مؤمن هيرجع لي همياني وأجره وصوابه على الله. تالت يوم دخل الخراساني الحرم وقال: يا معشر أهل مكة يا معشر الحجيج، من منكم وجد هميان به 1000 دينار فيرده لي وأجره وثوابه على الله. قام أبا غياث وقال له: يا خراساني، أول امبارح قلت لك اعمل مكافأة 100 دينار عشر المبلغ للي يلاقي الهميان فرفضت، وامبارح قلت لك اعمل له عشر العشر 10 دنانير فرفضت. طب يا سيدي اعمل له عشر العشر دينار، دينار يجيب بنصه قربة يسقي بيها الحجيج بالفلوس بالأجر، والنص التاني يجيب معزة ولاده يشربوا لبنها ولا يذبحها لهم حتى وياكلوا لحمها. فما رأيك يا خراساني؟ دينار، امنحوا دينار من 1000. فرد الخراساني: يا أبتي لا أفعل. لو اللي لقى الهميان مؤمن هيرجع لي همياني وأجره وصوابه على الله. أبا غياث قعد كده حزين حزين. ازاي يعني ارجع لك 1000 دينار وتستخسر فيا دينار؟ دينار هحيي بيه أسرتي، هحيي بيه بناتي اللي مش لاقيين حاجة يستروا بيها جسمهم، مش لاقيين حاجة تعينهم على الصيام. والشيطان قعد يقول له: ده بخيل جلده، سيبك منه يا أبا غياث، ده ما يستاهلش ترجع له حاجته، ده مستخسر فيك دينار. بس رجع أبا غياث كان إيمانه قوي بالله، قال له: يا خراساني، حاجتك عندي، تعالى وهرجع لك هميانك. الخراسانية قال له: اتفضل وهاجي وراك. مين وراهم؟ طبري. الطبري مش وراه، بيقول مشينا لحد ما وصلنا البيت أبا غياث. أبا غياث وقف الخراسانية على الباب ودخل أبا غياث الأول البيت يشوف مثلا لو في حريم ستات يدخلهم، ودقيقة كده ونادى على الخراساني قال له: يا خراساني ادخل. فالطبري استأذن من أبا غياث، قال له: أنا حاضر القصة من أولها وعايزة أشوف نهايتها، دخلني. أبا غياث كان راجل رقيق القلب طيب، قال له: ادخل يا بني. دخله. بيقول الطبري: دخلت الأوضة بلمح بعينيا لقيت زوجته لبابة وبناته واقفين يتفرجوا علينا من فتحة في الباب، فاتحين الباب كده مواربينه وبيتفرجوا علينا. وأبا غياث دخل شال زي عتبة أو درجة من الأوضة وطلع حزام طويل لونه أسود قماشته غليظة تخينة. أول ما الخراساني شاف الحزام قال له: همياني، وراح واخده وراح فتحه ولقى الدنانير، وقعد يدور في الدنانير كده ويتفحصها.
وبيقول الطبري أنا شايف في عيون بناته وزوجته إيه ده؟ دهب، ده الدهب اللي بيحكوا عنه ده حقيقة، ومش حقيقة وبس، ده موجود عندنا في بيتنا. طب إزاي؟ وعينهم كلها على الحزام. بعد ما تفقد الطبري، بعد ما تفقد الخراساني ذهبه، راح رابط الحزام تاني وواخد الحزام ومنطلق لبره، خرج من غير ما يبص للشيخ ولا يقول له حتى كلمة شكر. ايه القسوة دي؟ يعني في ناس كده، يعني تخيل، يعني يرجع له حزام فيه 1000 دينار ذهبي ومستخسر حتى كلمة شكر. ايه قسوة القلب دي؟ طب استخسرت تديله حتى دينار وفهمناه، بلعناه، عديناها يا سيدي، انت رئيس البخلاء، بخيل جلدة. لكن كلمة الشكر كمان اللي مش هتكلفك حاجة استخسرتها في الراجل. بيقول الطبري انا شفت المشهد وعقلي وقف عن التفكير، لساني عجز عن الكلام. في مواقف كده بتحس ان انت واقف مفيش كلام يوصف، مفيش فعل تعرف تعمله. بيقول الطبري لقيت زوجة الشيخ وقعت من طولها، ولما الخراسانية خد الحزام بتاع الذهب ومشي كأنه خد بنت من بنات لبابة دي زوجة الشيخ. حست كأن لما الخراسانية خد الحزام كأن خد بنت من بناتها معاه، نزع قلبها من جوه وخده، لأنها كان عندها أمل كبير. طول ما الذهب عندها في البيت كان عندها أمل ان جوزها ياخد دينار ولا حاجه يجيب لهم اكل، ان الراجل لما يجي يسترد امانته وحاجته يدي لهم اي دينار ولا اي حاجه. لكن معنى ان هو ياخد الحزام ويغادر بقى البيت خلاص املها ضاع. بيقول الطبري انا كنت شاب فقير، ما كانش معايا فلوس عشان اقدر اساعد الشيخ العجوز ده واسرته الغلابه. بيقول واحنا في وسط الذهول ده سمعنا حركه بره البيت، فلما طلع الطبري يشوف لقى الخراساني، فاستأذن الخراساني الشيخ انه يخش، فأذن له الشيخ فقال له أبا غياث ايه اللي رجعك يا خراساني، انت نسيت حاجة؟ قال له شوف بقى يا عم الشيخ، انا هحكي لك حكايتي. انا كان ليا اب في مرض الموت بتاعه بعت لي وقال لي يا ابني انا كل ثروتي 3000 دينار ذهبي. انا كنت كبير اخواتي، فابويا قال لي انتوا هتاخدوا تلتين الثروه بتاعتي، يعني 2000 دينار ذهبي وزعهم عليك انت واخواتك، وتلت الثروه اللي هي 1000 دينار تاخدها وتدور على احق واحد وتديها له، تدي ال1000 دينار لشخص واحد صدقه على روحي، وتبيع رحلي وحاجتي وتاخد الفلوس وتطلع تحج. بيقول الخراساني للشيخ وقد كان، خدت ال1000 دينار يا عم الشيخ وربطتهم في الحزام وطلعت على مكة عشان أحج. وعشان كده لما طلبت مني أعمل مكافأة للي هيلاقي الهميان أنا رفضت، لأنها أمانة ما أقدرش أفرط فيها، أمانة ما أقدرش أخد منها حاجة. والدي قال لي المبلغ ده كله هتديه لواحد يستحقه. ويبدو ان الخراساني لما خد الهميان من الشيخ ومشي قعد يفكر وقال مفيش احق من الشيخ العجوز الفقير ان انا اديله ال1000 دينار دي صدقة على روح ابويا، هو الوحيد اللي يستحق. طول رحلتي من خراسان لمكة ما قابلتش شخص زي ابا غياث. وراح الخراساني رامي الحزام على الأرض تحت رجل الشيخ وطار. بيقول الطبري أنا طلعت أجري ورا الخراساني والشيخ جات له قوة في جسمه وجري وطلع بره عشان
نوقف الخراسانية حتى شوف ما وقفش حتى يسمع كلمة شكر من أبا غياث أو يحس بكبر كده في نفسه وفخر إن هو اداله 1000 دينار. لا، كأنها أمانة كانت عند الخراساني، شاف اللي يستحقها واداها له وحس براحة بعد ما وصل الأمانة لأصحابها. بيقول الطبري والشيخ بقى راجع مروح، استأذنته قلت له خلاص يا عم الشيخ بقى أنا هروح، أنا شفت أحداث القصة وعرفت نهايتها فهستأذنك إن أنا أمشي. فقال له أبا غياث لا والله لازم تيجي معايا البيت، لما يبقى حد حاضر مع واحد والواحد ده جات له هدية من السماء ما طلبهاش وجاله رزق، فالشخص اللي حاضر لازم يبقى له نصيب منها. شوف ويرزقكم من ايه؟ من حيث لا تعلمون. فالطبري راح مع الشيخ ورجع البيت، ودخل أبا غياث ونادى على أفراد أسرته، ونادى على لبابة وقال لها تعالوا وافتحوا حجركم وعدم. تخيلوا بقى أبا غياث بال1000 دينار عمل إيه؟ ما خدهاش لنفسه وقال أنا بقى هبقى أصرف على أسرتي، لا، قعدهم كلهم والطبري معاهم وبدأ يوزع بالتساوي، دينار ليه، دينار لكل بنت من بناته، دينار لزوجته لاخواته، هم 9، والدينار العاشر للطبري، ورجع قسم تاني لحد ما خلص ال1000 دينار، وبقى في حوزة كل واحد فيهم 100 دينار. حتى الطبري شوف زهد الشيخ، زهده وطيبة قلبه وعزة نفسه خلى الطبري كأنه فرد من أفراد أسرته، وخلى نصيبه زي نصيب أي فرد من أفراد أسرته. بيقول الطبري وساعة الأكل ساعة الفطار لقيت وليمة، ولاده بقى قاموا طبخهم، ولقيت أصناف أكل محطوطة على الطبلية وقعدوا ياكلوا. وفجأة قام الشيخ بعد ما كان له قيمات بسيطة وقام، فزوجته بتقول له رايح فين؟ قال لها هشوف يمكن حد من جيراني مش لاقي لقمة يفطر عليها ونفسه عزيزة أديله من خيرات ربنا. وقال للبابة زوجته شوفي يا لبابة، منعنا أنفسنا عن دينار حرام فرزقنا الله 1000 دينار بالحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. بيقول الطبري الفلوس اللي أنا خدتها ال100 دينار كانت ثروة كبيرة عانتني في مشوار طلب العلم بتاعي، وغادرت مكة وراحت الأيام وعدت الشهور وعدت السنين، ورجع الطبري تاني مكة بعد 16 سنة يسأل على أبا غياث ويزور أهل بيته. فجأة عرف إن أبا غياث مات بعد قصة الهميان دي بكام شهر، وبناته عاشوا عيشة عالية، عيشة الأغنياء، ولقاهم متجوزين من كبار القوم وسعداء. فبدأ الطبري كل ما يسافر لمكة يزور أهل الشيخ وبناته، وبقى صديق العيلة، ويشوف أحفاد الشيخ أبا غياث، ويقعد الطبري مع أحفاد الشيخ أبا غياث ويحكي لهم عن قصة الهميان وإزاي جدهم كان عزيز النفس. ونطلع من القصة دي أنا لما بحكيها بحس أن أنا جسمي فعلا بيقشعر. في ناس كده قوة إيمانهم بالله عالية كده، وفعلا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.